انت عم تحكي لي عن كم جماعه جهاديه بتقاتل بسوريا. اسمع عدد الجهات التي تقاتل مع النظام من شيعة وغير شيعة: الحرس الثوري الإيراني، حزب اللات، الحزب القومي العربي، الحزب القومي السوري الاجتماعي، حزب البعث عاصم قانصو، لواء أبو الفضل العباس، لواء ذو الفقار العراقي، جيش الإمام المهدي العراقي، لواء عمار بن ياسر العراقي، لواء الحمد العراقي، مرتزقة من روسيا وأوكرانيا، مرتزقة من الحوثيين في اليمن، ميليشيات أحمد جبريل الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون علي كي، سرايا الدفاع التابعة لمصطفى حمدان، الحزب العربي التابع لشاكر برجاوي، الجبهة الأوروبية للتضامن مع سوريا، عصائب أهل الحق في العراق محمد طبطبائي، الشركة الأمنية الروسية الخالصة الفيالق السلافية، حركة أمل، ميليشيات شيعية أفغانية، الحزب العربي الديمقراطي التابع لرفعت عيد، لواء أسد الله الغالب قوات عراقية، حزب التوحيد العربي وئام وهاب، رابطة الشغيلة التابعة لزاهر الخطيب، طيارون، روسيا، كوريا الشمالية، الجزائر، مصر وغيره غيره. طيب ليش هذا كلياته ما حدا بيجيب طريق هذا، وفقط عندكم هالجهاديين وهالتنويريين العلمانيين تاع حزب الله ما عندكم مشكلة معاهم؟ دكتور، مو هون المشكلة.